لماذا كتاب عن التوحد؟ أولا لأن هذا الموضوع شائك في العالم، يعني أصبح موضوعا يطرح نفسه بشكل مستمر بشكل ملح. وأنا وجدت أن إنسانيا أنني ينبغي ككاتبة أن أساهم بالكتابة عن هذا الموضوع، أو هو يعني وضعت الظروف كي أكتب عنه بشكل ما، فانسقت وراء هذه الرغبة وهذه النزعة الإنسانية أن العائلة التي تعاني من وجود مصاب بالتوحد تعاني بشكل كبير جدا في حياتها اليومية، وتصبح كأنها منعزلة عن العالم. أريد هذه العزلة أن تنفك، ولأن المجتمع لا يتقبل هذه النوعية لا يتقبل. والآن هناك مساهمات كثيرة، يعني من سواء من العناصر الاجتماعية أو الناس الذين يشتغلون في المجال لا يتقبلون طبعا، ولكن أصبح هناك نوع من التآلف مع هذه الإعاقة، وينظر إليها الآن بشكل مختلف عند الناس الواعيين. أما عند الناس الذين لا يفهمون هذا الاختلاف فينبغي أن تكون هناك حساسية تشجعهم على فهم هذا الاختلاف. شكرا.